بالفعل بدعوة من السيد رئيس الحكومة التقت النقابات التعليمية الأربع كل على حدة بالسيد رئيس الحكومة، وقد وضعنا أمامه كل الحيثيات المرتبطة بالنظام الأساسي ورفضنا لهذا النظام الأساسي، مستندين على أرضية الاتفاق الذي يقول باعتماد المنهجية التشاركية، الشيء الذي أخلى به السيد وزير التربية الوطنية من خلال أن قرر بشكل أحادي الذهاب بنص مبتور إلى المصادقة بالمجلس الحكومة. اليوم قدمنا للسيد رئيس الحكومة كل الدفعات الموضوعية في شأن الإخلال بهذه المنهجية، وأيضا ما أثارته من احتجاجات مشروعة وأيضا مقبولة من طرف النقابات الأسرة التعليمية نساء ورجالا، على اعتبار أن هذا النص لم يدخل التعديلات التي قدمناها للسيد وزير التربية الوطنية قبل أن يتم تمريره بالمجلس الحكومي. السيد رئيس الحكومة تفهم كل المطالب التي قدمناها، لا على مستوى المنهجية ولا على مستوى المطالب، باعتبار أن الارتقاء بالوضعية المادية والمهنية مطلب أساسي وضروري حتى من أجل إعمال الإصلاح المنشود. اليوم النقابات مجتمعة أصدرت بلاغا في الموضوع تؤكد من خلاله عزمها على مواصلة هذا الحوار بإشراف رئيس الحكومة وبشروط جديدة، أي ضمانات من طرف رئيس الحكومة بحضور وزراء المعنيين، لأن وزير التربية الوطنية كان دائما يتحجج بأن هناك قطاعات أخرى حكومية في السابق وأنه عليه استشارته. الآن طلبنا أن يكون في جلسة واحدة كل القطاعات المعنية وكل القضايا ستناقش بما فيها المطالب المادية. عمليا هذا يعني أنه تم رفض النظام الأساسي السابق، وأن الآن سيتم تعديله على أرضية المطالب الحالية لنساء ورجال التعليم، بمعنى كل المطالب لا المهنية ولا المادية ستدرج في هذه التعديلات. هذا الاتفاق أو الموافقة المبدئية للسيد رئيس الحكومة نحن قابلناها باعتبارنا أنها مطلب آني للأسرة التعليمية، وأن الاحتجاجات متواصلة إلى الآن دفاعا عن هذه المطالب. ننتظر تفعيل، لكن دائما نتوجس ونطالب كذلك بمواصلة التعبئة، والنقابات ستقوم بوقفة إنذارية أمام وزير التربية الوطنية احتجاجا على ما قام به من خلال الاستهتار بالحركة النقابية والذهاب لوحده من أجل فرض الأمر الواقع يوم 2 نوفمبر. وكذلك سنستمر إذا ما تحققت الشروط التي طلبناها بإشراف مباشر للسيد رئيس الحكومة، وأيضا بحضور الوزراء المعنيين بملفات نساء ورجال التعليم، آنذاك سنباشر تفاوضا مباشرا دون أن نغفل أي نقطة من الملفات المرفوعة من طرف نساء ورجال التعليم. بمعنى ما كنا بصدده في 20 شتنبر قبل أن يتم باتخاذ قرارات متسارعة، سيتم الرجوع لتصحيح الوضع بالإضافة إلى مطلب مراجعة التعويضات والزيادة في الأجور. نحن قلنا في السابق بعد 10 سنوات عجاف بدون حوار بدون تحقيق أي مطلب، ليس أمام النقابات إلا خيار التفاوض عندما دعيت إلى ذلك. وبالتالي في 2021 كانت تعيين مباشرة بعد أسبوع في 15 أكتوبر كان بدأ الحوار، ما أسفر عنه من نتائج رفضناه تباعا، وهو السبب الذي طال معه أمد الحوار. بمعنى كل ما كيقدموا لنا شي مقترح ما كيعجبناش كنرفضوه، كيقول لك نرجعوا للقطاعات الحكوميه الاخرى، الى ان تم الامر بعد 18 يناير 2022 الاتفاق المرحلي. كان اتفاق اخر حول المبادئ المؤطره، فهذه المبادئ المؤطره كي لا يقول البعض انها لم يكن فيها مطلب الزياده في الاجور غير، الى رجعوا لها وغيلقاو في الشطر الاخير مراجعه مرسوم التكوين والتعويضات المخوله للاطور، بمعنى التعويضات اللي كل القطاعات اللي زادوهم في الاجور زادوهم عبر مدخل التعويضات. دائما كان حاضر الالتفاف على المطالب او
محاولة التملص والهروب من الأجوبة اللي هي ملحة وواقعية، إما بإلصاق التهمة بالنقابات أو محاولة التهرب عبر فتح قنوات أخرى، نحن قلنا بعلو الصوت وأيضا بصريح العبارة أن هذا النظام الأساسي لم يراعي لا المنهجية المشتركة ولا المطالب ولا الأفكار ولا الدفعات التي قدمناها، وبالتالي لا يعنينا، هو مشروع أحادي لوزير التربية الوطنية ولن نقبله ولن يفرض علينا. وهذا كان هو المنطلق الذي ناقشناه مع رئيس الحكومة، وأننا لنا ما يفيد أنه أخبرنا وزير التربية الوطنية قبل المصادقة في المجلس الحكومي عن رفضنا لهذا المشروع وتقديمنا للمذكرة التعديلية لم تؤخذ بالاعتبار، وبالتالي موقفنا موقف سليم. راعينا المرحلة الفاصلة لأن كنا نقوم بمحاولات مؤسساتية من أجل تنهيم عن عدم نشر هذا المرسوم في المدة الفاصلة بين المصادقة والنشر. تلك المحاولات على مستوى المؤسسات التشريعية وحتى بالنسبة لمستوى المؤسسات الحزبية، لكن النشر أبان بأن هناك نية القصد على تمرير هذا النظام، فبالتالي كان موقفنا بعد ذلك من أجل إيقاف تمريره وتنفيذه لأنه لا يرقى لانتظارات الأسرة التعليمية. عند بسطنا لكل المطالب بما فيها المطالب المادية والنص على التعويضات اللي هي مدخل أساسي من تحسين الدخل، هي التعويضات النظامية والتعويضات التكميلية وتعميمها، وأيضا لم يكون هناك أي تحفظ على النقاط المطروحة من طرف النقابات، وبالتالي اعتماد مرسوم بمدخلين، مدخل المسار المهني ومدخل التعويضات، يقتضي النظر في المطالب المهنية والمطالب المادية، لأن النص اللي هو مرفوض يتضمن المطلبين معا ولا يمكن القفز عليه بنقاش آخر، وبالتالي الأمر واضح إلا من يحاول أن يناور. ولا أعتقد أن في هذا المستوى هو أعلى مستوى في تدبير الحوار بضمانة رئيس الحكومة، ولو لم يكن السيد رئيس الحكومة مقتنع بأن على الحكومة أن تأخذ محمل جد لمطالب الأسرة التعليمية وأن هناك خللا واضحا في المنهجية، لما كان قبل لا استدعاء النقابات ولا الدخول في مفاوضة من أجل تصحيح ما كان من إخلال لمنهج البناء المشترك. بالنسبة لنا احنا كنقابات، نحن بدورنا عندنا يوم 2 نوفمبر الاحتجاج، لأن ما قامت به وزارة التربية الوطنية تستسعي الاحتجاج، ولكن لا يجب أن ينصرف الهم إلى الاحتجاج، لأن الاحتجاج هو رد فعل، يجب تصحيح الفعل من أجل مناقشة رد الفعل، لأن رد الفعل سينمحي إذا انقضى وما بقاش الآثار ديال الفعل. بالتالي عندما سنكتمل من هذا البناء ديال الرؤية مع رئاسة الحكومة وحضور القطاعات المعنية وتوفر الشروط، آنذاك سنقول بأن المطالب التي ستصفر عن هذا التفاوض معقولة. ومتى كانت المطالب معقولة لا أعتقد أن نساء ورجال التعليم هو احتجاجات، بل يرفعون مطالب عادلة ومشروعة، ولا يمكننا إلا أن نقول بأن ما قامت به نساء ورجال التعليم هو ردة فعل واقعية تجاه ازدراء واستهزاء بما يقومون به من مهام من أجل خدمة الوطن.